انا عايز اشتغل اونلاين بس سني صغير 17 سنه، رشح لي شغل بس انا ما عنديش مهارات. بص، حلو جدا طبعا ان انت يعني بتسعى ان انت تشتغل، بس ما فيش حاجه اسمها ما عنديش مهارات، لازم تتعلم مهاره. ممكن ارشح لك مهاره تتعلمها تقدر عن طريقها يعني تكسب المستقبل وتكسب منها فلوس كويسه. انا برشح لك الفايب كودينج. مجال الفايب كودينج دلوقتي يعني خلاص بقى مطلوب جدا جدا. مجال الفايب كودينج باختصار ان انت تقدر تعمل موبايل ابلكيشنز كامله، وتقدر تعمل ويب سايتس كامله عن طريق الذكاء الاصطناعي، مش عن طريق تشات جي بي تي ولا عن طريق ديب سيك ولا عن طريق كلود. لا، انت بتقدر تعمل ابلكيشن عن طريق الذكاء الاصطناعي ببرامج زي عندك ريبلت، عندك لافابل، عندك بولت. دي ايجنتس، اي اي ايجنتس، تمام. انت بتكتب له انت عايز ايه بالظبط وهو بيعملها لك، تمام، او بيبتدي يشتغل لك على الموبايل ابلكيشن او الويب سايت. ولكن لازم طبعا تكون عندك معرفه باللي انت بتكتبه كبرومت، يعني لازم تبقى فاهم برومت انجينيرنج. في كورسات كتيره جدا موجوده على يوتيوب وموجوده على يوديمي تقدروا تتعلموها. وكمان برشح لك بايثون، لازم تتعلم بايثون كلغه برمجه، عشان بايثون المستقبل. يعني اي حاجه بتطلع، اي تول ذكاء اصطناعي جديده دلوقتي، او اي حاجه زي تشات جي بي تي او عندك كلود او وات ايفر، خلاص بقى داخل فيها بايثون. فبايثون داخله في الذكاء الاصطناعي وداخله في مجالات سكيورتي وكل حاجه. فابحث عن الاثنين دول، فايب كودينج، وحاول تتعلمه، الموضوع مش هياخد منك وقت خالص. وحاول تشوف برضو بايثون كمهارة قوية تبقى معاك.